وغادي يحاولوا، وراه داروها في واحد العدد نتاع اللايفات ديالهم، كاع دوك اللايفات ديالهم كيربطوا بين هذا الشيء اللي واقع في فلسطين وكيرجعوا للمغرب، يجيو يجبدوا لك المغرب. فهمنا؟ ودارها اسعد الشرعي، دارها اسعد الشرعي. اسعد الشرعي دارها بطريقه جد ملتويه، ولكن ماشي معنا حنا، ماشي مع المغاربه. اسعد انا جاي كاسعد، راه مازال انا كيعجبوني هاد النوع اللي كيحسبوا راسهم مذكيين. مازال غندير كابن عمي بن عينيه. ما نعقلش عليك، انا خوتي ما نجبدهمش، ما نتكلمش عليهم، ما نقرب لهمش وكذا، ودوز الميساجات تحت الطبلات وجاه المغرب. المغرب ما عنده حتى شي علاقه مع داك الشيء اللي واقع في فلسطين. قزاع سمعت؟ اللي كتهمو فلسطين يمشي عندها، اللي راجل باغي يدافع على فلسطين يمشي عندها، اللي بقاو الفلسطينيين اللي بقاو فيها الفلسطينيين يمشي عنده. داك الشعارات ديال انت في الانجليز كتضرب فيها الحياه السعيده وتلعب فيها كذا كذا على المواقف ديال المغرب. ما غنسمحوا لكش اخي قزاع، ما غنسمحوا لكش اخي قزاع. فلسطين حنا كلشي رانا معاها، الفلسطينيين رانا معاهم. علاش رانا معاهم؟ حيت هادشي اللي عطا الله. ما قادينش حنا، ما قادينش من الاخر. اللي قادو شيكورو كيقول لك انا بطل يمشي، ما يعطيش الانتريات هنا في الفيسبوك يمرر لي داك التخربيقين ديالو. اسمح اخويا في داك الشيء اللي كديرو في داك الانجليز، سير اخويا لغزه. تبقى تقول لي انا فرحت، انت تفرح في الانجليز والفلسطينيين غادي يبكيو في غزه. الا كان الفرحه ديالك على ظهر الابرياء في فلسطين، هذه سميتها جبن، وسميتها خسه، وسميتها نداله. انا ما عمري شفت شي واحد كيفرح للحرب. ابانت لك غاد الدخله يتسحب لك راه في الدنيه. ما عرفتيش بانه تقدر تكون صابونه، يقدر يكون قالب، يقدر يكون توريط. فخ نصيب لهذه المقاومه، فخ نصيب للفلسطينيين، فخ نصيب راه انتم كاع كتقولوا بان الماسونيه والصهيونيه مسيره العالم، وعلى بالها داك الشيء اللي غيوقع في 2090. انتم كاع كتامنوا بداك الشيء ديال الخرافات ديال داك اللي سميتها داك العرافه اللي كتقول لك خدامه مع الماسونيه وكيعطيوها وشنو دير وشنو دير. ايوا هادو اللي عارفين كاع وشنو غيوقع في العالم، داروا الزلازل وداروا الاعاصير ما عرفوش بان القضيه زعما غادي توقع فيها شي هجمه على زعما عرفوش هذه. الزلزال عرفوه، داروا لك الزلزال كاع في الحوز، الفيضان داروه لك في ليبيا، وما عرفوش هذه. السيمو بوسطون الله يحفظك الغزال. شكرا بن عمي. اذا بن عمي الا كنتو كتامنوا بان هذه الصهيوماسونيه بصح قويه، هو خصك دير في بالك بان يقدر يكون هذيك صابونه. هو سعيد برنوس وكيدير الصابونه. سعيد ما قاري لا بوليتيك لا زعت. كنضرب عليها جوج ديال السجائر الله يعفو عليا وكاز القهوه وكيبان لي البرد عشي حتى كنبردعو. وبارك من العنتريه راه هكا داروا لصدام حسين. واش ما كتعلموش من التاريخ؟ ما كتعلموش نتوما من التاريخ؟ واسعد السي اسعد، واش ما كتعلموش من التاريخ نتوما؟ علاش دابا اليمن راها في اليمن اللي حدود الان راها واكله العصا؟ علاش الشعب اليمني اللي حدود الان راه الله يحسن عوانه حتى هو؟ علاش؟ لان داك النوع اللي بحالكم العنتريات الفارغه ديال القرن الماضي ديال علي صالح وما عرفتش سميتهم هذوك الجوج اللي كانوا تما وكذا وكذا، داك اللوجيك القديم هو اللي خلى اليمن تماك. ونفس الشيء وقع في مصر في العراق. زطم يا صدام حنا معاك للامام. والقدافي رجوله، والقدافي بطوله، مشى القدافي بربلاق. مشات ليبيا ليبيا دابا لي حدود الان مشات. ثورة الربيع العربي توانسة دابا واكلين العصا. المصريين زيدوا آلي المصريين، آلي الإخوان، آلي حرب ميدان التحرير، إحنا ميدان التحرير، إحنا بتاع الكنتاكي. ها هي مصر. إذا كنت بصح عندك شي منطقة
السي الشرعي بن عليه هرب راه شوف تونس كي دايرها دايره. علاش؟ لان كانوا بحالك. احنا نفرحوا وكذا والمطبعين وكتغمز وتلمز. انا من هنا لفوق ما غاديش نبقى نخليك دوز داك النوع ديال المسائل، ما كاينش. اذا كنتي شجاعه السي اسعد الشرعي غدا فتح اللايف على اردوغان. انا نقرا لك البلاغ نتاع اردوغان. يلا غدا فتح لنا اللايف على اردوغان. اردوغان العراب نتاع الاخوان المسلمين. انا نقرا لك البلاغ ديالو ودير عليه غدا لايف ونناقشوا التطبيع نتاع تركيا، ومن تما ندوزوا للتطبيع نتاع الامارات، ومن تما ندوزوا للتطبيع نتاع الاردن، وندوزوا للتطبيع نتاع مصر، وداك الساعه اخر حاجه التطبيع ديال المغرب. محمد عز الله يحفظك خويا محمد عز. وداك الساعه نجيو المغرب اخر دوله دارت العلاقات مع اسرائيل المزيغيه. شكرا. المغرب اخر دوله. ايوا نبداو من تركيا اخي اسعد. وانا مازال كنقول لك اخي اسعد، انا ما غادي نتهجم عليك بداك الشيء ديال كذا. لا لا لا. دابا خلينا نقراو. فين درتو يا ربي؟ فين درتو؟ وهذه ماشي غير الاسعد الشرعي فقط، حتى لهاد هوكيستان اللي هنا وحتى اللي عندنا في المغرب. راه عندنا في المغرب الجاليه التركيه باش نكونوا صراحه. خليفه المسلمين واردوغان. ها هو اردوغان شنو كيقول؟ ها هو باش ما تقولش كنقرا شي حاجه ماشي هي هذيك. ها هو راه كاين في الجزيره. هاتما الجزيره. اردوغان ماذا يقول؟ الرئيس التركي يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين سيمو. الرئيس التركي يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين على قدم سواء يساوي بينهم. اسمع أسعد الشرعي، اسمع. الرئيس التركي، أنا غدا بغيتك تقرا لي هذا ودير عليه لايف وتحيح وترعرع. كيف يعقل للرئيس التركي خليفة المسلمين أن يساوي بين الإسرائيليين والفلسطينيين فيما يحدث الآن في غزة؟ وبغيتك تجيب داك اللغة ديالك وداك المزاعين وتحيحها، وأنا غنجي عندك. أنا غنطلب كيست غدا إن شاء الله. إلا درتيها غنطلب كيست. أنا غندافع على الرئيس التركي بالمناسبة. أنا غندافع على الرئيس التركي. إلا فتحتي اللايف أنت تهاجم هذا البلاغ، هذا البلاغ الذي يفترض أن يكون بلاغا مذلا حسب منطقك أنت. صافي. إلا قريتي هذا ودرتي عليه لايف وهاجمت هذا السيد هذا، أنا غادي نجي نطلع ندافع عليه. أنا غندافع على هذا السيد هذا. ولكن دعونا نقرأ ماذا يقول. الرئيس التركي يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الامتناع عن الأعمال العدائية. سطر مزيان يا أسعد الشرعي ويا من يعتقد ويبارك ويشيد لأردوغان. سطروا معي جيدا أنه كيقول الامتناع عن الأعمال العدائية، يعني أنه يعترف بأن الفلسطينيين يمارسون عمليات عدائية على إسرائيل، والإسرائيليين يمارسون عمليات عدائية على فلسطين. تبادل العمليات العدائية بين الطرفين. وفاء شكرا من دمي. إسرائيل وفلسطين. راه مازال غنقرا لكم البلاغ نتاع وزارة الخارجية الجزائرية، حتى هي عندي فيها ما نقول باش نهضروا مع هاد البيستاشيين ديالهم، هادوك القزعستان وداك بوزعستان. انا جايكم بلاتي دابا نساليو مع هاد خونا هذا، نساليو مع هذا، وما غادي نناقش ديال المغرب. المغاربه فيقوا عيقوا. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم قبيله. المغاربه فيقوا عيقوا، ما تطلعوش تبروا وتشرحوا لشي حد. ما تطلعوش في اللايفات ديال الزات وتشرحوا لبنادم وتقولوا له لا ونحن واحنا والمغرب.
ما سوقش تصل ديما هو فينا حنا. علاش بنادم يتسمى كيبغي يعصبك؟ علاش؟ اطلع يا اما تهجم وناقش ديالهم هما، تخليش يناقش معاك ديالك انت. طلع انا نبقى نقولوا نبرر له ولا والعلاقات وكذا وما انه. انا غادي نناقش ديال تركيا، وبغيتك غدا اسعد الشرعي تناقش ديال تركيا، وغدا نطلع معاك نناقش ديال تركيا، ونناقشوا نتاع الجزائر. اذا باش نساليو مع هذا، اردوغان يعتبر ان الفلسطينيين والاسرائيليين يمارسون عمليات عدائيه تجاه بعضهم البعض. واللي فيكم شيكور واللي فيكم رجل يخرج يدين هذا النوع نتاع البلاغات التي تساوي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولا هذا التطبيع ديالو حلال؟ هذا التطبيع حلال. هذا كاين تطبيع حلال وكاين تطبيع حرام. العلاقات الحلال والعلاقات الحرام، لا هذا ورثها من اتاتورك، زعما ما يقدرش يقطع زعما. والعداله والتنميه والاسلام والاخوان المسلمين. ولا كيدير التقيه هذا ياك؟ بصح هذا كيدير التقيه، هذا كينعس اسرائيل، كينعسهم وكيضربهم بالبارد. فهمت؟ باش في 1999 غادي يكون هو المهدي المنتظر، هو اللي غادي يحرر القدس. 4 ديال البيعه ديال واخا نمشيو ديال الجزائر. انا شفت الجزائريين كيفتحوا اللايفات على المغرب والمغاربه والتطبيع وكذا وكذا، وشفت وحنا ويجب ان نفرح، وهذا الشيء اللي وقع انجاز كبير ولاول مره حماس تنتصر. قلت الخارجيه الجزائريه غادي تفرح حتى هي، قلت غادي تفرح وغادي تعلن الدعم. قلت نيشان، قلت صافي الجزائر مع فلسطين ظالمه ولا مظلومه؟ غتفرح ابن عمي، غتقول ونحن نشيد بالمقاومه ونشيد بحماس ونعتبر انها بدايه تحرير فلسطين. ما فرحوش، تخيل معايا ما فرحوش. ما فهمتش دابا علاش ما فرحتوش. ياك نتوما الذباب ديالكم والبيستاش ديالكم وقليط ديالكم وزليط ديالكم كلهم فرحانين والانجاز كبير والمقاومه والرجال وكذا، علاش ما تشجعوش الرجال؟ علاش ما تشجعوش الرجال؟ علاش؟ ياك ابطال وداروا عمليات نوعيه وشوب المنضدات وداك الشيء ديال الفرافر ونزلوا وكذا وقتلوا 200 انجاز كبير ديال المقاومه، انجاز كبير لحماس. ايوا شجعوهم ولا لا؟ وفرحوا لهم وصفقوا لهم وصيفطوا لهم الدعم. لا هما شنو قالوا؟ قالوا تتابع الجزائر بقلق شديد. هذا راه حتى المغرب قال بقلق شديد. ما فهمتش دابا شنو الفرق بينكم وبين المغرب. انا ما فهمتش. انا اشرحوا لي الله يرحم لكم الوالد. انا من نهار كنعرف انا الجامعه العربيه وهي تقلق، من نهار كنعرف انا الجزائر وهي تقلق، والمغرب يقلق، والامم المتحده تقلق، والاتحاد الاوروبي يقلق، كلشي يقلق، كلشي تقلق. انا ما فهمتش دابا فين هي البطوله؟ اين هي البطوله وانتم كاملين تقلقون؟ كلشي مقلق، تعبرون عن قلقي. انا بغيت نفهم انا كيفاش تقلق. تتابع الجزائر بقلق شديد تطور الاعتداءات الاسرائيليه الغاشمه على قطاع غزه. علاش بلاتي؟ ياك كتقولوا بان حماس هي اللي ضربات وهي اللي جهجمات وهي اللي قتلات وهي اللي سبات وهي اللي فين؟ ما قلتوهاش هنا. ما تقدروش ديروا الاشاده، ما تقدروش ديروا الاشاده اذا جبناء. ايوا صافي. لاش اذا انت جبان، اذا انت سوق امك خاوي، انت لا تعرف الا ان تقلق وتتابع.
كيفاش دابا انت الاعتداءات الاسرائيليه الغاشمه على قطاع غزه التي اودت بحياه عشرات من ابناء وبنات الشعب الفلسطيني، والاسرائيليين اللي ماتوا، والاسرائيليين اللي سميتو اللي تسباو، راه ما تقدرش تنفيها. علاش ما تكونوش رجال بحال ايران؟ ايران ما كنحملها، ما كنقبلها، ما كنستسغهاش، ولكن كنعترف لهم انهم رجال. خرجوا ببلاغ يشيدون بالمقاومه نتاع حماس، يشيدون بالبطولات نتاع حماس، وضربوا فيها العواصر وشربوا داك الشيء نتاع ما يسمى بالليموناده، داك جومكين ديال اللي عطيتوه نتوما اللعابه ديال الشام، داك الماء الزغارت. هاد ايران. ايوا نتوما شنو؟ ما شفتكم لا فرحتوا لا اشاده لا والو، لا يعني بحالكم بحال شي دوله اخرى تتابعون الاعتداءات بقلق. ها قلق ابن عمي. لا حول ولا قوه الا بالله. وبوزعكوكا انا شفت حتى شعبيين شفت مظاهرات المغاربه في الرباط هاد العشيه هادي، المغاربه خرجوا في الرباط، خرج شي واحد في الجزائر؟ انا شفتهم فيديو هنايا وحرقوا الرايه ديال اسرائيل امام البرلمان، اقسم بالله لا امام البرلمان حرقوا الرايه ديال اسرائيل، ماشي رايه حقيقيه، صبغوا داك الزرق هكذا طباشير ولا داكشي، وحرقوها امام البرلمان في المغرب. ما اعتقلهم حد، ما ضربهم حد، ما قال لهم حد. والشعارات درتوها في الجزائر؟ يا نهار رجال، دابا انتم شميت لا شعب لا دولة. الدولة ما قدراتش تشيد وتقول حماس ونحن ومع ونشيد وكذا وهذه هي البطولة. لا، الشعب ما خرج، الشعب ماشي بطل، الشعب ما يقدرش يخرج، ما غيخليهش النظام البطل اللي مع فلسطين، والله ما يخليه. علاش؟ خايف تخرج له المسيرة من تصدق في إرحال يا شنقريحة. غتبدا مسيره ديال شي فلسطين وارحال يا نتنياهو، وغتولي في ارحال يا شنقريحه. ها علاش؟ اذا دوله الشعارات واللوكلوكيات، قوه ضاربه، اقوى دوله في المنطقه اللي قال الراي المغربي. ايوا دابا كنتسناو البلاغ الحقيقي ديال المجلس الاعلى اللي في الجزائر. انا كنتسنى البلاغ، والا ما غبقى صافي. وإلا درتو شي بلاغ انا غادي نطلق هذا الشيء تاع مواقع التواصل الاجتماعي، ما نعاودش نقرب. بلاغ فيه نعم سيدي ليك يجتمع المجلس الاعلى العسكري الاعلى في الجزائر بقياده السي عبد المجيد وكذا وكذا وشنقريحه رئيس الاركان والجنرال الفلاني والفلاني وتقرر اننا غدا مع 6 الصباح غنخرجوا نحروا فلسطين. غدا مع 6 الصباح غادي نخرجوا نحروا فلسطين. راه حشومه صاحبي انت تكون مع فلسطين وما قادرش تمشي عندها، عيب. احنا كنقولوا ما قادينش، حنا ضعافين، حنا ما قادينش، باش ما تجيش بقى تطفر عليا الكاف ديالي، حنا ما قادينش. حنا كندعيو معاهم، كندعيو مع الابرياء والمظلومين فين ما كانوا. هادشي كاين، عارفين بان هذا العالم ما قادرين نغيروا فيه والو الا بداك الشيء الخير وداك الشيء اللي نقدروا نديروه مع بعض. بكل انا كنهضر كشخص وكشعب وكمجتمع. المزيغيه الله يحفظك بنت عمي، شكرا. والدوله ديالنا حتى هي، الدوله ديالنا شايفه المساله الموازين ديالها، شايفه بان الموازين ديالها هذا الشيء اللي فين تقدر توصل. حنا ما دوله قاره، ما دوله كوكب، ما اقوى دوله في المنطقه. فهمت؟ حنا عندنا مصالحنا، عندنا دولتنا، عندنا مشاريعنا، عندنا افقنا، عندنا انتظاراتنا، وعندنا حاجياتنا كمغاربه، ويحسن عوالنا حنا كمغاربه. هاكا عندنا مشاكلنا. الصقر الحر الصقر الحر عجبته ملي كيتسقس سعد الشرع. وصيفط لي كاسكيطه كاع. والله الا ضحكتيني بالله، كنت معصب، ضحكتيني سير الله يفرحك والله يضحكك. مسخوط هذا الصقر الحر والله العظيم، 5 شهور وهو غابر ما كيبانش.
يشافني طاكيت اسعد الشرعي ويصيفط لي الكاسكيطه. تحياتي اخي الصقر الحر، تحياتي لكاع خوتي المغاربه فين ما كانوا. انا كنقول لكم دائما شعاري هو هذا: انا على مسافه واحده من كل المغاربه، واي واحد كيحترمني نحترم، واي واحد يعزني نعزو، واي واحد مغربي والله ما يسمع مني شي هضره ديال العيب في مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن نسبوا في خاطري، راه كنسب ماشي ما كنسبش الصراحه، انا ماشي ملائكه. شي مرات كيطلعوا لي شي بشر والله الا كنسبهم في خاطري بالله. والله الا كنسب كنعرق له في خاطري، وشي مرات كنمشي لهيه واحد السرجم وكنبقى نسب بالجهد. ولكن باش نجي نفتح لايف ونهضر في خوتي ولا نفتح لايف على خوتي ما نديرهاش. على كل حال يا دي الصاك والله الا نكتة الموسم بالله. ضحكتني، سير الله يضحكك ديما ان شاء الله، سير الله يفرحك والله العظيم بالله. قاني 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 قاني. ولكن شوف راه ما عندوش علاقه مع هذا الشيء. انا اسعد الشرعي كنقولها وبكل مسؤوليه، وكنقولها له الا كان يسمع ولا الميساج يوصل له. غدا فتح لايف على اردوغان ونناقشوا الموقف نتاع تركيا صافي، وغادي نطلع انا ندافع على اردوغان، ولكن انت تهجم على اردوغان. انت خصك تعرق الاردوغان المطبع. الا ما عرقتيلوش وإلا ما فتحتيش عليه اللايف غادي نعتبرك بانك جبان وبانك مخروط. صدينا سالينا. وغنقول لك سير ابن عمي تسترزق تاكل الخبز مع راسك في اليوتيوب وفي فيسبوك والادسنس وصحتك، ما عنديش مشكل، ولكن غادي نحطك في واحد الخانه ديال الجبان والغير الواضح، والذي يجب ان يتفادى، الذي يجب ان يتفادى.